السلام عليكم. اسمع يا احمد يا موسى. وهيبدأ حقل ظهر في إنتاج يومي 220 مليون قدم مكعب غاز يومي العام القادم، اعتبارا من يناير اللي جاي إن شاء الله. أنا بكلمكم على إنتاج جديد، نتكلم على آبار جديدة، نتكلم على حفر آبار جديدة في حقل ظهر. سيعود حقل ظهر وتعود معدلات الإنتاج المصري. ايوه، حقل ظهر. حقل ظهر ده كان من السنه اللي فاتت، اتكلمنا عليه. اكتشفتوا لنا حقل ظهر، كتر الف خيركم. اكتشفتوا لنا حقل الغاز بتاعنا اسمه حقل ظهر في البحر الاحمر، وكتر الف خيركم ان انتوا بتكتشفوا لنا ابار وكده. طيب، هنرجع تاني لموضوع شوفوا، احنا ما عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم ان في الدولة المصرية ثروات. محدش يتوهم ان في الدولة المصرية ثروات على اللحم. طيب، في اعلان من حضراتكم ان في اكتشاف 1.3 قدم مكعب من الغاز المصري، وقلتوا كمان انكم هتستمروا في حفر 4 ابار غاز مصر. هيطلعوا لنا برضو ايه غاز غير التريليون على. وفي نفس الوقت طلعت اخبار عن استعداد الصندوق السيادي السعودي لشراء حصة مصر في الغاز من شركة غاز مصر. الله، احنا عندنا ثروات ولا ما عندناش ثروات؟ ولا ايه الحكاية بالظبط يا عبد الفتاح السيسي انت واحمد موسى؟ تفهمونا. فين يا عبد الفتاح السيسي حقل زهرة؟ اعلنتوا عنه السنة اللي فاتت ودلوقتي اختفى، ما عادش باين له اثر. انت بعته لمين يا عبد الفتاح السيسي؟ بعت الحقل الغاز لمين يا عبد الفتاح السيسي؟ طيب يا عبد الفتاح السيسي، انت بعت حقل الغاز بتاع المصريين اللي بياكلوا من الزبالة لمين يا عبد الفتاح السيسي؟ طيب، الغاز اللي مطلع 1.3 تريليون غاز دوت متر مكعب غاز، راحوا فين؟ انتوا بعتوه قبل ما يطلع، بعتوه. طيب، نبص كمان يا عبد الفتاح السيسي، انا بشكل لك وبجيب لك من لسانك من بقك مش من عندي، عشان وقت الحساب تبقى فاهم. دي سيدة الطبيبة، لا مؤاخذة، ثانية واحدة. جماعة خدوا الرقم ده 010 15 42 0292. هسيبه لكم في الوصف. مش عايزاكم النهارده او دلوقتي تقولوا غير حاجه واحده بس يا رب. اللي حصل يا جماعه من الظابط ده، جه رز عليا باب الشقه انا وبنتي. البت وقعت من على المكتب اللي قاعده عليه بتذاكر، طلعت انا بفتح، قال لي افتحي لي الباب ده، النيابه الاداريه مبلغه عنك. قلت لبنتي هاتي التليفون عشان يصوروه. انتوا مربيين الرعب للست اللي هي كشفت واحد فاسد منكم، طلعت اتكلمت وكشفت واقعة فساد من واحد منكم. يعني ناس يا فاسدة كلكم، لما طلعت كشفت واحد فاسد فيكم ربطوا لها الرعب هي واسرتها. مفيش استقرار، كل شوية واحد ظابط. مين اللي قالك ان انت ظابط اصلا؟ كل شوية عيل من الفرد من افراد العصابة اللي بيقول على نفسه ظابط يروح يتهجم عليها في البيت، وقاعدين لها في عربية تحت البيت، والست عايشة في رعب هي واسرتها. هو انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ انتوا ايه حكايتكم يا ظباط مصر؟ مش هتنضفوا؟ احنا عايزين ندوكوا فرصة تنضفوا، مش عايزين تنضفوا. يعني انت كل شوية رايح تخبط عليها، ورايح واقف لها بعربية تحت البيت انت والمخبرين، وبنتها مش عارفة تذاكر، وبنتها عندها امتحانات، والست ما غلطتش في حاجة. الست بتقول ان في واقعة فساد من فلان الفلاني.
تشتغلوا مع فلان الفلاني وتشوفوا مين اللي بيدعمه وبيحميه ويشركوا في الفساد وفي السرقة، ولا تروحوا تقعدوا للولاية حول الله يا رب تحت البيت ومربيين لها الرعب هي وبنتها عندها امتحانات وعندها مذاكرة وبنت ما شاء الله عليها ربنا يبارك لها وينجها منكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينجها منكم هي وولادنا وولاد الناس كلها. قاعدين للست تحت البيت ومربيين لها الرعب علشان قالت في واقعة فساد كذا 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 كذا. طب ما تروحوا تدوروا ورا الفاسد اللي هي كشفته وتشوفوا مين اللي ورا الفاسد دوت وبيدعمه وبيقويه. حقل زهرة اللي انت اتكلمت عليها يا احمد يا موسى يا ضلالي، انت والضلالي بتاعك عبد الفتاح السيسي، وعبد الفتاح السيسي جه قال احنا جبنا جون في الموضوع دوت، بعدها باسبوع اختفى حقل زهرة اللي هو بتاع المصريين والشعب، اختفى وما عادش باين له اثر. تريليونات مكعبة من الغاز بتطلع وبتتباع، وفي 4 آبار تانيين هيتم الشغل فيهم، والشركة الصندوق السيادي السعودي بيتفاوض دلوقتي ان هو ياخد المصلحة الباقية. يعني غاز مصر كله رايح للامارات وللسعودية. شركات البترول اشترتها السعودية والامارات، الامارات اشترت 3 شركات بترول، الجزر بتتباع للسعودية. قبضت تمن سد النهضة وقافل بقك، والمية بتتقفل علينا، عندنا أراضي عطشانة ما بتشربش، مفيش زراعة، والسنة الجاية مش هيبقى في مية تاني. انت عمال تبيع في هنا وتبيع هنا وتبيع هنا وتبيع هنا وتبيع هنا. طب ما احنا قلنا لك قبل كده عبد الفتاح السيسي انت بيع واسرق زي حسني مبارك ما كان بيسرق كده، بس الشعب كان مرتاح. عايش الشعب جنبك عبد الفتاح السيسي، انت عمال تسرق في غاز وفي ذهب وفي آثار انت وعيالك والمسؤولين كلهم جميعا، وبتهربوها وتخبوها بره وبتستعدوا للهروب عشان ترتاحوا. طب وبعدين يا عبد الفتاح السيسي، طب احنا بنطالب ان بايقاف الاعلام المصري كله، الاعلام يقعد في البيت، مش عاوزينه. مش هقول لك خليه يقعد في البيت علشان يتم التحقيق معاه، لان انتوا مش هتحققوا معاه، لان انتوا عصابة واحدة، انتوا عصابة واحدة مش هتحققوا معاه. بس احنا بنقول لك قعد الاعلام ده في البيت. بالنسبة للناس اللي بتقول لي في التعليقات انت بتقول ثورة سلمية، مش هينفع معاهم ثورة سلمية، لا سلمية لازم نبدأ سلمية. ليه بقى؟ لأن احنا أي تكسير أي تخريب في البلد هيبقى على دماغنا احنا، واحنا اللي هنصلحه على دماغتنا وعلى دماغة عيالنا وعلى الأجيال اللي جاية، وهيبقى صباحنا يعلم بربنا. احنا عاوزين ناخد البلد بتاعتنا تاني سليمة، لا تكسير منشآت ولا تكسير أي مؤسسة ولا أي حاجة، لأن كل الحاجات دي بتاعتنا، هم موظفين عندنا، هم مش عاجبيننا وفاسدين هيتحاسبوا، كل واحد باسمه، كل واحد بملفاته وبشغله وبتاريخ عمله، عمل ايه، فسد ايه، سرق ايه، كله يتحاسب. لكن انا ما اقولكش اطلع كسر مؤسسات وشركات وحاجات بتدير البلد وحاجات للشعب وهي ملك الشعب اصلا، واطلع اكسرها وارجع تاني اصلحها من جيبي. انا كده كده تعبان، انا احافظ عليها واسلم المنشآت والمؤسسات ديت اللي هي تخص الشعب، اللي هي ملك الشعب، اسلمها سليمة لحكومة جديدة انا اللي منتخبها، حكومة مدنية، ويبقى في نظام. انما انا لا مؤاخذة اطلع اكسر البلد واخربها واكسر مؤسسات وابوظ منشآت، واجي بعد كده حالي يقف وارجع اصلح على حسابي كمواطن، كل ده ما ينفعش. اللي يقول لك ثورة غير سلمية ده مش بينفعك، ده بيضرك. احنا لازم يا رجالة بلدنا نستلمها منهم سليمة، منشآت ومؤسسات وكل حاجة سليمة، ونسلمها لحكومة جديدة على نظافة سليمة زي ما هي. مش هطلع اكسرها واخرب البلد وارجع تاني، ما ينفعش. الا اذا في حالة واحدة بس، في حالة واحدة، ان انا راجل نازل بطالب باقالة الحكومة كلها، ان انا نازل بطالب باقالة الحكومة كلها،
والبلطجية والعصابات اللي هم هيبدأوا يتحرشوا بالشعب والكلام ده. لا، في الحالة ديت بقى انتوا احنا بنكتفهم وبنحاسبهم بمعرفتنا. احنا اكتر منهم واحنا اقوى منهم، لان احنا اصحاب البلد واحنا اصحاب الارض، ولازم البلد دي تنضف. مفيش تفاوض في الموضوع ده. الموضوع ده مفيش فيه تفاوض. دي دولة وده شعب، وشعب ليه اصل وليه تاريخ، اقدم تاريخ في الدنيا هو والعراق. أصل وتاريخ وموارد، ودولة عظمى ودولة عظيمة ودولة كلها أثرات، ودولة ملوكها اتدفنوا في أرضها وجدودنا اتدفنوا بالذهب. وعندنا موارد وعندنا غاز وعندنا أكبر ثروة محجرية في العالم. عندنا أكبر بحيرة في العالم 5000 فدان. أكبر بحيرة صناعية في العالم 5000 فدان. أكبر ثروة محجرية في العالم. أكبر مجرى ملاحي في الدنيا قناة السويس 187 كيلو. مصر 1,000,000 كيلو متر مربع. آبار غاز في البحر الأحمر ملاش أول من آخر. بلدنا مصر عايمة على خير ليوم الخير يكفي العالم ويكفي الدنيا كلها. لكن احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا عندنا حكومة فاسدة ودولة بتشتغل كلها لعدد أفراد معين فقط في الدولة. قعدونا الإعلام في البيت عشان احنا ما بقيناش طايقين نشوفه. قعدوهم في البيت لحد ما ننضف ونشوف هنجيب إعلام نضيف جديد يبقى مع المواطن ويطلع يشرح معاناة المواطن، وأي مشكلة يطلع يتكلم فيها بما يرضي الله. سيبوكم من أحمد موسى وعمرو أديب والحسيني والإماس الحديدي، كل ده هلس الشعب ما بياكلش منه ولا الشعب بقى طايقه. احنا ما بقيناش طايقين لا اعلام ولا حكومة ولا اي حاجة. احنا عرفنا منكم، خلوها تبقى سلمية بلاش تبقى حاجة تانية، لان انتوا مش قدنا، واحنا في نفس الوقت مش عاوزين ندمر بلدنا. يعني ما نطلعش نطالب بإقالة الحكومة ومحاكمتها كمان، تطلعوا تتصدوا لهم وتضربوا عليهم غاز وتضربوا عليهم نار وتضربوا عليهم الكلام ده. كده انتوا اللي هتجيبوا لنفسكم. احنا عايزين بلدنا بطريقة سليمة، بطريقة سلمية. عايزينها سليمة، عايزين المنشآت سليمة، عايزين المؤسسات سليمة، عايزين الشركات سليمة، عايزين كل حاجة في البلد سليمة. عاوزين بلدنا نستلمها منكم سليمة، ما تسلموهاش خراب، لان هناخدها. يعني هناخدها البلد، هناخدها. احنا اصحاب البلد، دي بلدنا. هناخد البلد يعني هناخدها. فسلمونا البلد سليمة، كل منشآتها كل مؤسساتها سليمة، عشان نسلمها سليمة للحكومة الجديدة اللي احنا هننتخبها. حكومة مدنية 100%. سلمونا بلدنا سليمة، احنا هنديكوا فرصة. انت عبد الفتاح السيسي بلاش الناس اللي بتفكر لك وبتمليك عشان تقول ايه. الناس دي بتورطك، هيجي وقت محدش هينفعك. ده انت اذا لحقت تهرب يبقى من الله، والدولة اللي هتروح تستخبى فيها لا مراكب من عندها هتعدي من عندنا من قناة السويس. هتقول لي اتفاقية دولية ومجبرين؟ لا لا. الدولة اللي هتستقبلك تستخبى عندها بعد ما تهرب عبد الفتاح السيسي ممنوع العلاقات، لأن مصر مش لازمها حد. مصر عندها استعداد للاكتفاء الذاتي، مش محتاجين دول. اللي هيحترم دولة مصر هيحترم المواطن المصري وهيحترم حقوق المواطن المصري على دماغنا من فوق، يعدي من فوق راسنا، يعدي من فوق دماغنا من فوق. انما انت تشفط الدولة وتسرقها وتجوع الناس وتسرق حقول الغاز وتبيعها للامارات والسعودية والمواني وشركات البترول ومدن وجزر وتبيع، وتطلع تقعد في دولة تستخبى فيها تستقبلك. قطع علاقات ومش عاوزينها، ومش عاوزين الدولة ديت ولا عاوزينك ولا عاوزين اللي انت سرقته. مصر فيها خير ليوم الخير، مش هيخلص، مش هيخلص. بالنسبة للناس اللي هي بتقول لي ثورة ايه سلمية ايه اللي هتبقى سلمية، لا لازم تبقى سلمية، لازم تبقى سلمية. لازم نستلم بلدنا نظيفة، نستلم بلدنا سليمة، لأن أي تكسير أي تخريب كل ده يا جماعة على دماغنا احنا اللي هنصلحه على حسابنا. كل ده هنصلحه على حسابنا. لا احنا عايزين نستلم كل حاجة سليمة، نسلمها لحكومة جديدة سليمة.
وحكومة جديدة تبقى حكومة نظيفة منتخبة مدنية، احنا اللي منتخبينها مدنية. حكم عسكر في مصر ممنوع، مش عاوزين حكم عسكر. حكم عسكر في مصر تاني لا، مصر دولة مدنية وهتفضل دولة مدنية. انت يا سيسي بتخطط لتخطيط في راسك ان انت عاوز تقلب مصر ملكية، وتبقى الملك عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي ملكة مصر، والسيدة آية السيسي مش عارف ايه. مفيش منه الكلام ده يا باشا. انت عارف انت بتتعامل مع مين. احنا مصريين، احنا شعب مصر، لا ملك ولا كتابة ولا الحوارات دي خالص. عبد الفتاح السيسي اي حاجة بتخطط لها في راسك، او اي حد من اللي قدامك بيخطط لك تخطيط انت ما انتش عارف ما ده ايه، ارجع على اللي في دماغك عبد الفتاح السيسي. كل التخطيط اللي انت بتخططه دوت لفه وانت عارف مكانه. التخطيط اللي انت بتخططه عبد الفتاح السيسي اعمله لفة كده، لفه وانت عارف هتحطه فين. عايزك تنسى التخيلات اللي في راسك والاحلام والحاجات دي. الحقول الغاز والبترول يا عبد الفتاح السيسي، والثروه المحجريه في مصر، والمعادن اللي بتتقطع من الجبال، وانفاق الذهب، مناجم الذهب ومنجم السكري اللي الامارات بتعبي منه. وقف الكلام ده بسرعه، هو مفيش حاجه هتخلص. مصر فيها خير، مفيش حاجه هتخلص يا عبد الفتاح السيسي. بس انا بقول لك وقف المهزله اللي انت بتعملها انت وحكومتك دي. ضباط الشرطة اللي بيشتغلوا في الأقسام بلطجية بيشتغلوا عصابات، ده مش نظام أمني ولا نظام حكومة ولا نظام إنسانية ولا نظام أي حاجة. الضابط ده بيبقى شخص مثقف متربي ابن ناس مصروف عليه بيشتغل بالقانون. قبل ما أروح أرعب واحدة في البيت هي وأسرتها، قبل ما أروح أعمل معاها كده تشوف سيدك عمل إيه الأول، إيه الفساد اللي هو عمله. ما تروحش ترعب واحدة في البيت هي وأسرتها، بنتها عندها امتحانات وعمالين راعبينهم ومربينهم الرعب. بالنسبة للضابط المقنع، الناس بتقول لي في التعليقات انضم لثورة المفاصل ومع الضابط المقنع وكده. الضابط المقنع ده أنا عن نفسي رأيي أنا الشخصي، أنا ما عنديش ثقة فيه خالص. ما عنديش ثقة في الضابط ده خالص نهائي. حواراته مش واضحة، هو شخص مش واضح. ايه انت طالع لابس كمامة ولا ماسك على وشك، ووشك كله معروف انت مين، ومعروف اسمك، ومعارفين كل حاجة عنك زمايلك، وبتقول ان انت بره مصر. الكلام دوت ما ينفعش. اكشف وشك للناس يا ضابط يا مقنع، اكشف وشك للناس اذا كنت حقيقي، اذا كنت شخص حقيقي، واذا كنت فعلا ثوري شريف. اكشف وشك للناس واكشف لنا عن شخصيتك الحقيقية، وعرفنا انت ايه برنامجك بالظبط علشان نقدر ننضم ليك على حق. انما انت لابس لي ماسك كمامة على بقك وبقيت وشك كله باين. هل يعني انت زمايلك مش عارفين انت مين؟ الحكومة في مصر مش عارفة انت مين؟ عارفين انت مين وعارفين كل حاجة. انت ليه لابس ماسك ومفخم الموضوع وبتنزل الفيديو وتقعد 9 شهور على بال ما تنزل فيديو تاني؟ انا لحد دلوقتي ورأيي الشخصي انا ما عنديش لسه ثقة فيك. اكشف عن شخصيتك الحقيقية وشيل الماسك عن وشك علشان نقدر ننضم لبعض، ونقدر ان احنا نحاول ان احنا نكون مجموعة نقدر ننسق ثورة سلمية نسترد فيها بلدنا سليمة ونسلمها لحكومة جديدة سليمة ويبقى واقع. انما حضرتك يا عم الظابط يا مقنع مداري وشك ووشك باين، يعني انت حاطط كمامة وبقيت وشك باين، معروف انت مين، وجسمك ما شاء الله زمايلك عارفينك، ده اذا كنت ظابط فعلا. الحوار ده انا حاسس ان هو لعبة مخابراتية في وراها هدف هنعرفه بعدين. اكشف عن شخصيتك الحقيقية عشان نقدر ننضم لك. السلام عليكم.